بتبدأ الحكاية في مملكة على النهر اسمها مملكة إيرندل. وبنشوف في المملكة دي بنتين إخوات، واحدة اسمها إلسا والتانية اسمها آنا. وآنا كانت شقية جدا وكانت بتحب اللعب لدرجة إنها كانت بتصحي أختها الكبيرة إلسا من النوم عشان يلعبوا مع بعض. ولما إلسا صحيت وكانوا بيلعبوا، بنكتشف إن إلسا عندها قوة سحرية وبتقدر تكون التلج بإيديها، وكمان بتعرف تصنع كميات كبيرة من كور التلج وممكن تجمد أي حاجة تلمسها. وطبعا القوة دي كانت عاجبة أنا جدا، وكانت فخورة بأختها إلسا وباللي هي بتعمله. ولأن إلسا كانت بتحب آنا، صنعت لها راجل من التلج وسموه أولف. وأنا حبت تمثال التلج ده جدا وفضلوا يلعبوا بيه مع بعض. وأنا لأنها كانت شقية كانت بتلعب فوق جبال التلج اللي إلسا كانت بتصنعها. وطبعا لأنهم صغيرين، إلسا ما كانتش عارفة كل قدراتها وكانت عمالة تصنع في التلج وأنا تلعب بيه. بس للأسف وأنا بتلعب على الجبال الجليدية اللي إلسا صنعاها، اتكعبلت وكانت هتقع على الأرض. فإلسا بسرعة حاولت تنقذ أختها ورمت عليها تلج كتير عشان ما تقعش على الأرض. بس المشكلة بقى اللي عملته إلسا ده زود المشكلة أكبر، وإلسا بدل ما تنقذها بالتلج ضربتها بيه من غير قصد، فأنا وقعت على الأرض وأغمى عليها على طول. وفي الوقت ده دخل عليهم الأوضة الملك والملكة، ولما لقوا أنا واقعة على الأرض شالوها بسرعة وما كانوش عارفين إيه اللي حصل لها. وكمان الملك كان مستغرب لأن جسم أنا كان كله متلج. فعلى طول الملك والملكة قرروا يتصرفوا، وأخدوا أنا وإلسا وخرجوا من القصر ودخلوا جوه الغابة. وهناك بقى الملك وصل للأقزام السحرية وطلب منهم إنهم يساعدوه ويحاولوا ينقذوا بنته، لأن الأقزام دول هم بس اللي هيقدروا يلحقوها. فزعيم قبيلة الأقزام وافق إنه يساعد الملك وينقذ بنته، بس برضه عرفه إنه لازم يمسح ذاكرة آنا، وفهمه إنه هيعمل كده عشان يخليها تنسى قوة إلسا السحرية. فالملك والملكة طبعا وافقوا وقالوا لزعيم الأقزام أدم هو ده اللي هينقذها يعمل كده من غير تردد. فالزعيم ساعدهم فعلا وأنقذ آنا. بس قبل ما يمشوا، زعيم الأقزام حذر الملك من قوة إلسا وقال له إن قوتها دي هتفضل تزيد طول ما إلسا بتكبر. وقال له إن إلسا لازم تتعلم من دلوقتي تتحكم في قوتها، لأنها لو فضلت كده وكبرت قوتها السحرية هتبقى خطر كبير عليها وعلى كل الناس اللي حواليها. فالملك فهم كلام زعيم الأقزام وشكره إن هو ساعده. وبعد لما خلصوا رجعوا كلهم للمملكة تاني. بس المشكلة بقى الملك والملكة ما فهموش كلام زعيم الأقزام كويس، وكانوا مفكرين إن الحل الوحيد مع إلسا إنهم يخبوها ويبعدوها عن كل الناس عشان ما تأذيش حد. وفعلا من بعدها حبسوا إلسا وعزلوها عن كل الناس. والمشكلة الأكبر بقى إنهم كمان منعوا إلسا وأنا إنهم يشوفوا بعض. وكل اللي كان بيعملوا الملك والملكة ده عشان في اعتقادهم إن كده بيحافظوا على إلسا، وإن بالطريقة دي هتفضل في أمان هي وكل اللي حواليها. وكمان الملك لبس إلسا جوانتي ووصاها إنها ما تقلعش الجوانتي خالص عشان تفضل دايما مخبية إيديها ومحافظة على القوة السحرية إنها ما تظهرش. ومن بعدها بقى بتمر الأيام وبتعدي السنين وأنا وإلسا كبروا. بس طبعا علاقتهم ببعض ما كانتش أحسن حاجة، لأن إلسا كانت دايما محبوسة وأنا عايشة براحتها في القصر ومش عارفة حتى تقعد مع أختها. وفي يوم من الأيام الملك والملكة قرروا إنهم يسافروا في أجازة لمدة أسبوعين، وراحوا ودعوا أنا وإلسا وجهزوا شنطهم وركبوا السفينة واتحركوا. بس للأسف بعدها وهم في البحر كان في عواصف قوية وموج البحر كان عالي. ولسوء الحظ بقى سفينة الملك والملكة ما قدرتش تقاوم العواصف ولا الأمواج العالية، وللأسف السفينة غرقت وماتوا. وطبعا بعدها الخبر وصل للمدينة بتاعتهم، فكل أهل المدينة زعلوا لأن الملك والملكة دول كانوا طيبين وكل الناس كانت بتحبهم. وحتى كمان إلسا وآنا كانوا زعلانين جدا وما كانوش مصدقين اللي حصل لباباهم ومامتهم. وإلسا من كتر الحزن حولت أوضتها كلها لتلج وما كانتش بتخرج منها خالص. وحتى أنا هي كمان كانت على طول حزينة وحاسة بالوحدة دايما. ومن وقتها عدى عليهم 3 سنين، وفي اليوم ده المملكة كلها بتكون بتحتفل لأن النهاردة يوم تتويج إلسا عشان تبقى الملكة الجديدة وتحكم المدينة. وطبعا اللي بيحصل ده إلسا ما كانتش راضية عنه، بس ما كانش قدامها حل تاني لأنها لازم تبقى الملكة مكان مامتها وباباها. وفعلا بعدها بدأت الاحتفالات في القصر،
وكل الأمراء والملوك كانوا جايين من المدن اللي جنبهم عشان يحضروا حفل تتويج إلسا. وأثناء الحفلة أنا بتتعرف على شخص اسمه هانس، وبيقول لها إنه أمير في مملكة جنبهم، فأنا على طول بتعجب بيه وبيفضلوا يرقصوا مع بعض. ولما خلصوا رقص طلعوا قعدوا هما الاتنين مع بعض. ووقتها بقى أنا بتعترف لهانس إنها دايما وحيدة وحاسة إن إلسا ما بتحبهاش ولا بتحب تتعامل معاها أصلا. فهانس قال لها إن هو كمان عنده نفس المشكلة دي، لأن إخواته كلهم بيتجاهلوه وبرضه بيعاملوه وحش زي ما إلسا بتعاملها. وفي اللحظة دي بقى أنا حست إنهم شبه بعض وطلبت من هانس الجواز. فهانس طبعا فرح لأن هو ده اللي كان عايزه من الأول. وعلى الجانب الآخر إلسا كانت خلاص جهزت ولبست الفستان الملكي ونزلت عشان يبدأوا التتويج. وساعتها بقى الوزير طلب منها إنها تقلع الجوانتي وتمسك أدوات التتويج بإيديها. ففي الأول إلسا كانت خايفة لأنها عارفة إنها مش هتقدر تتحكم في قوتها، وممكن لو قلعت الجوانتي قوتها تظهر. بس لأن الوزير أحرجها ما كانش قدامها حل تاني، وفعلا قلعت الجوانتي ومسكت أدوات التتويج. وبعد ثواني بالظبط الأدوات بدأت تتجمد، فإلسا رجعتها مكانها على طول ولبست الجوانتي بتاعها تاني قبل ما حد يشوف اللي حصل. وفعلا ساعتها مراسم التتويج خلصت وإلسا بقت هي الملكة رسميا على المدينة. وأثناء الحفلة بقى أنا جابت هانس وراحت لإلسا وعرفته عليها. والغريب بقى إن أنا قالت لإلسا إن هي وهانس قرروا يتجوزوا وبيطلبوا منها الموافقة. فإلسا من غير تردد رفضت الكلام ده وقالت لأنا انتوا لسه عارفين بعض فازاي هتتجوزوا. بس أنا كانت برضه مصرة لدرجة إنها اتخانقت مع إلسا. وفي وسط الخناقة دي أنا شدت الجوانتي بتاع إلسا وفضلت تقول لها انت أنانية وكلام تاني يضايق. فإلسا ساعتها اتضايقت فعلا ومن غير ما تقصد صنعت أشواك من التلج. وساعتها بقى الناس كلها اكتشفوا قوة إلسا وما كانوش مصدقين اللي هم شايفينه. وحتى أنا هي كمان كانت مصدومة من اللي هي شافته. وفي اللحظة دي أخيرا عرفت باباها ومامتها كانوا حابسين دايما إلسا ليه، وفهمت إن كل ده مش بإيديها. وطبعا أنا كانت مصدومة كده لأنها زي ما قلنا الأقزام مسحوا ذاكرتها زمان وما كانتش عارفة إن أختها عندها قوة سحرية. وبالنسبة بقى لأهل المدينة كانوا مش مصدقين قوة إلسا، ومنهم اللي كان بيسقف لها ومنهم اللي كان بيشتمها. فإلسا ساعتها اتوترت وخبطت من غير ما تقصد في النافورة. وطبعا أول لما عملت كده نافورة المية كلها اتحولت لتلج. وكمان من كتر توتر وخوف إلسا البحر اللي حوالين المملكة بتاعتهم كله اتجمد. وكمان غير كده الدنيا بدأت تنزل تلج وكل الناس حسوا بالبرودة وكانوا سقعانين جدا، وده كله طبعا بسبب زعل وغضب إلسا. ففي جزء من الناس قالوا إن إلسا لعنة وشر عليهم، بس في جزء تاني كانوا بيحبوا إلسا وقالوا إن دي مشكلة مؤقتة وأكيد هتتحل. وعلى الجانب الآخر إلسا من كتر خوفها سابت المدينة كلها وهربت بعيد عشان تعيش لوحدها. وبالنسبة بقى لآنا قررت إنها ما تتخلاش عن أختها لأن الوقت ده أكيد أكتر وقت هي محتاجاها فيه. وساعتها بقى أنا جهزت نفسها وقبل ما تمشي من المملكة قالت للناس إن هانز هيبقى هو الملك لحد ما هي وأختها يرجعوا. وفعلا وقتها أخدت الحصان بتاعها ومشيت عشان تدور على إلسا. وعلى الجانب الآخر إلسا بتكون هربت لمكان بعيد، وساعتها بتكون بتغني وفرحانة لأنها كده هتعيش لوحدها ومحدش هيتأذي من قوتها. وكمان إلسا صنعت لنفسها قصر من التلج عشان تعيش فيه، وحتى لبسها صنعته هو كمان من التلج. وإلسا بدأت تتأقلم مع حياتها الجديدة وكانت معتقدة إنها هتفضل هنا دايما لحد ما تموت. بس في نفس الوقت ده بقى أنا كانت لسه بتدور على إلسا، ومع إنها بقالها كام يوم بتدور بس برضه ما فقدتش الأمل وقررت إنها مش هترجع غير لما توصل لإلسا. بس للأسف وهي جنب الشجر وقع عليها قطعة تلج كبيرة، فساعتها الحصان بتاعها خاف وساب أنا وهرب. فأنا وقتها ما كانتش عارفة تتصرف إزاي، بس برضه قررت تكمل وأكيد هتوصل. ولما الليل جه أنا كانت خايفة وبردانة جدا، ولحسن حظها لقت قدامها بيت، فراحت بسرعة ودخلت البيت ده عشان تشوف أي حد يساعدها. ولما دخلت البيت اتفاجئت إنه محل أدوات للصيد، فطلبت من صاحب المحل إنه يساعدها. فصاحب المحل لأنه راجل عجوز قال لها إنه مش هيقدر يساعدها في حاجة، والحاجة الوحيدة اللي ممكن يعملها لها إنه يديها أدوات حفر للتلج. وفي اللحظة دي بيدخل شخص للمحل
وبيطلب من صاحب المحل أدوات معينة، بس صاحب المحل بيرفض وبيقول للشخص ده إنه لازم يدفع الفلوس المتأخرة الأول وبعدها يبقى ياخد اللي هو عايزه. فوقتها أنا استغلت الفرصة واشترت كل الأدوات اللي الشخص ده كان عايزها وراحت اديتها له، وطلبت منه إنه يساعدها عشان توصل لأختها إلسا. فالشخص ده وافق وعرف أنا إن اسمه كريستوف، وفعلا بعدها أنا وكريستوف بدأوا رحلتهم في التدوير على إلسا. بس المشكلة وهم في الطريق واجهتهم مخاطر كتير جدا، وكمان الذئاب ما سابوهمش في حالهم وطلعوا يجروا وراهم. ولما كريستوف كان بيحاول يبعد الذئاب عنه وقع وكانوا خلاص هيمسكوه، بس على آخر لحظة أنا لحقته وعرفت تنقذه منهم. وعشان أنا وكريستوف يهربوا من الديابة دول اضطروا إنهم ينطوا على جبل تاني، بس للأسف وهم بيعملوا كده زلاجة كريستوف وقعت واتدمرت، وحتى كريستوف نفسه كان هيقع هو كمان ورا العربية. بس على آخر لحظة أنا والغزالة بتاعت كريستوف رموله الحبل وأنقذوه قبل ما يقع. وساعتها أنا بتعتذر لكريستوف لأن زلاجته اتدمرت، بس بتقوله إنها هتعوضه ولما ترجع المملكة هتجيب له زلاجة تانية أحسن منها. فكريستوف فرح ورجع هو وأنا يدوروا على إلسا تاني. وبعد شوية تدوير وصلوا المكان مصنوع من التلج وكان شكله حلو جدا، وفي المكان ده لقوا راجل التلج اللي اسمه أولف اللي إلسا صنعاه. فأنا أول لما شافته طلبت منه إنه يساعدهم ويقول لهم مكان إلسا. فراجل التلج قال لأنا إنه عارف مكان إلسا بس مش هيقدر يقول لها لأن هي مش عايزة تشوف حد. فأنا حاولت تفهمه إنها عايزة تساعد إلسا عشان تتحكم في قوتها وترجع الصيف تاني للمدينة. فساعتها راجل التلج بيعجبه الموضوع وبيتخيل إن الدنيا فعلا صيف وهو قاعد مع ابنه في المية وبيشربوا شاي. ولأن راجل التلج اتحفز جدا قرر إنه يساعد آنا ويوصلها لقصر إلسا. وعلى الجانب الآخر بنروح للمملكة تاني، وساعتها بنشوف إن المملكة بقت متغطية بالتلج وكل الناس بقوا سقعانين، والملك هانس كان جايب بطاطين للناس وبيوزعها عليهم عشان يتدفوا. وفي اللحظة دي بيوصل للمدينة حصان آنا، فهانس أول لما بيشوف الحصان بيعرف إن آنا أكيد كده في خطر أو حصل لها حاجة. وساعتها بقى هانز بياخد معاه حراس وبيقرر إنه يخرج من المملكة عشان يدور على آنا ويشوف إيه اللي حصل لها. وفي نفس الوقت ده أنا وكريستوف وراجل التلج أخيرا بيوصلوا لقصر إلسا. ولما وقفوا قدام باب القصر أنا طلبت منهم إنها تدخل لوحدها عشان تتكلم مع أختها وتحاول تقنعها. وأول لما أنا شافت إلسا طلبت منها إنها ترجع معاها للمملكة عشان تغير اللي حصل وتنقذ الناس. فإلسا رفضت الكلام ده وقالت لأنا إنها مش هترجع معاها لأنها مش عايزة تأذي حد. فأنا بتقول لها إن اللي بتعمله ده مش حل، وإن الحل الوحيد هو المواجهة وإنها تتحكم في قوتها وتحاول تنقذ الناس وترجع السيف تاني. فإلسا بتقول لها إنها مش هتعرف تعمل كده لأنها لحد دلوقتي لسه ما بتعرفش تتحكم في قوتها. ولأن إلسا فعلا كلامها صح عملت نفس اللي عملته زمان، ولما حاولت تخرج أنا من القصر ضربتها بالتلج من غير ما تقصد. ومش بس كده، ده كمان إلسا صنعت وحش ضخم من التلج وطلبت منه إنه يطرد أي حد في القصر وكمان يمنع إن حد يخش لها تاني. وباللي عملته إلسا ده قدرت فعلا إنها تطرد آنا هي وكريستوف. بس الغريب بقى كريستوف وأنا وهم راجعين بدأت تحصل حاجات غريبة، وأنا كانت سقعانة جدا وكانت حاسة بوجع في قلبها نتيجة الضربة اللي ضربتها لها إلسا. وكريستوف لما كان بيطمن عليها لقى إن شعرها بدأ يتحول أبيض، فعرف بكده إن أكيد أنا في خطر، وقرر إنه ياخدها بسرعة ويروح لقبيلة الأقزام السحرية عشان يحاولوا يعالجوها زي ما عالجوها زمان. ولما فعلا وصلوا لقبيلة الأقزام كريستوف بدأ يعرفهم على آنا، فالأقزام ما سابولوش فرصة يتكلم وفضلوا يهزروا معاهم وقالوا له قدامها دي أكيد البنت اللي انت بتحبها اللي جيت وحكيت لنا عنها من فترة. فكريستوف قال لهم يسكتوا وعرفهم إن أنا مريضة ولازم زعيم القبيلة يشوفها بسرعة عشان يحاول يعالجها. وقبل ما كريستوف يخلص كلام أنا خلاص ما بقتش قادرة تستحمل ووقعت وأغمى عليها. فعلى طول الكائنات راحوا عرفوا الزعيم بتاعهم وطلبوا منه إنه يروح ويساعد كريستوف وآنا. وفعلا بعدها على طول الزعيم راح لهم، بس الزعيم لما حاول يعالج آنا للأسف معرفش. فكريستوف كان مستغرب وقال للزعيم إنه عالجها زمان ليه مش عارف يعالجها دلوقتي. فالزعيم فهمه إن زمان كانت قوة إلسا لسه ضعيفة
ولما ضربت آنا عرف يعالجها. بس دلوقتي بقى إلسا قوية جدا وهو مش هيقدر يعالج الضربة اللي عملتها لآنا. فكريستوف كان مستغرب وسأل زعيم الأقزام طب إيه الحل دلوقتي وإزاي يقدر ينقذ آنا؟ فالزعيم عرفه إن الحل الوحيد عشان ينقذ آنا هو إنها تحس بالحب الحقيقي، ولو حست بيه فعلا ساعتها التلج اللي على قلبها هيسيح وهتخف. وكمان فهمه إن لو حصل عكس كده وأنا ما حسيتش بالحب الحقيقي قلبها هيتجمد وبعدها جسمها كله هيتجمد لحد ما تموت. فكريستوف بعدها قرر ياخد أنا بسرعة ويرجعها لهانس الأمير اللي كان عايز يتجوزها، وكان معتقد بكده إن أنا هتخف لأن هانس يعتبر بيحبها. وعلى الجانب الآخر هانس وكل الحراس بتوعه وصلوا لقصر إلسا، والغريب بقى هانس أمر كل حراسه إنهم يحاربوا الوحش بتاع إلسا عشان يحاولوا يدخلوا للقصر. ولما فعلا عملوا كده ودخلوا القصر بدأوا الحراس كلها يرموا أسهم على إلسا وكانوا بيحاولوا يموتوها. بس لحسن الحظ إلسا كانت بتعرف تحمي نفسها وبتبعد كل هجماتهم عنها. بس للأسف في اللحظة دي في واحد من الحراس كان واقف في ظهر إلسا ووجه السهم بتاعه ناحية إلسا وكان خلاص هيضربها. فعلى آخر لحظة هانس وصله وغير اتجاه السهم قبل ما يضربه على إلسا. وفي اللحظة دي إلسا كانت طبعا مرعوبة ومش فاهمة الناس دي بتعمل كده ليه، مع إنها سابت لهم المدينة كلها وهربت. ومن كتر توتر إلسا القصر بتاعها بدأ يتدمر وإلسا هي كمان أغمى عليها. وبعدها لما إلسا فاقت لقت نفسها محبوسة في أوضة وإيديها مربوطة بالسلاسل، فعرفت وقتها إن أكيد هانس هو اللي عمل كده. بس برضه لحد دلوقتي ما كانتش فاهمة ليه أصلا هو بيعمل كده معاها. وفي نفس الوقت ده كريستوف وآنا وصلوا هما كمان المملكة، وساعتها بقى كريستوف سلم آنا للحراس وطلب منهم إنهم يوصلوها لهانس في أسرع وقت. وكان باين على كريستوف إنه فعلا خايف جدا على آنا، وكمان من كتر خوفه كان باين إنه بيحبها. وفعلا بعدها الحراس وصلوا آنا لهانس، ولما كله مشي آنا كانت معتقدة إنها هتبدأ تخف لأنها دلوقتي مع الشخص اللي بيحبها زي ما زعيم الأقزام عرفها. بس المفاجأة بقى هانس طلع كل ده بيخدع آنا وما بيحبهاش ولا حاجة، وكمان اعترف لها إن كل كلامه كان كذب وكل اللي هو كان عايزه إنه يتجوزها عشان يبقى الملك بعد ما فشل إنه يكون الملك في المملكة بتاعته. وطبعا الكلام ده كله أنا كانت مصدومة وهي بتسمعه لأنها طول الوقت كانت فاكرة إنه بيحبها فعلا. والمفاجأة كمان هانس اعترف لأنا بخطته وقال لها إنه هيسيبها هنا لحد ما تتجمد وتموت، وساعتها بقى هيقول لكل أهل المدينة إن إلسا هي اللي موتت أختها. وطبعا لما الناس تسمع كده هيقولوا إن إلسا مجرمة وهيكونوا عايزين يحاكموها على اللي هي عملته. وساعتها بقى هانس هيكون خلص منهم هما الاتنين وهيبقى هو الملك رسميا. وأنا كانت بتسمع الخطة دي وهي مرعوبة وكانت مش مصدقة إن في بني آدم بالشر ده. ولما هانس مشي راح للأوضة اللي محبوسة فيها إلسا، بس ساعتها اتفاجئ إن إلسا فكت نفسها وهربت باستخدام القوة بتاعتها. وفي نفس الوقت ده كريستوف كان واخد الغزالة بتاعته ورجع للغابة تاني، بس في اللحظة دي لقى تلج ودخان كتير طالعين من المملكة. فساعتها كريستوف ركب الغزالة بتاعته ورجع تاني للمملكة بسرعة عشان ينقذ آنا وإلسا. وعلى الجانب الآخر راجل التلج دخل أوضة آنا ولقاها واقعة على الأرض وتعبانة جدا وكانت خلاص بتموت. فعلى طول راجل التلج حاول يساعدها وأخد آنا وقعدها جنب النار عشان يحاول يدفي جسمها ويبطئ عملية التجميد. وراجل التلج قال لآنا إن كريستوف هو اللي بيحبها الحب الحقيقي وهانس كان بيستغلها مش أكتر. فأنا عرفته إنها حست كده وكمان اعترفت له إنها بدأت تحب كريستوف. فراجل التلج بيفرح أكتر وبيقول لآنا إنهم لازم يتحركوا دلوقتي عشان يوصلوا لكريستوف قبل ما جسمها يتجمد. وعلى الجانب الآخر هانس كل ده كان بيطارد إلسا وبيحاول يوصل لها عشان يخلص منها. ولما فعلا أخيرا وصل لها ضحك عليها وقال لها إن آنا ماتت بسببها. فإلسا كانت مصدومة من الخبر ده وكمان وقعت على الأرض من كتر الصدمة وكانت عمالة تعيط وبتلوم نفسها لأن هي اللي عملت كل ده وحتى أختها ماتت بسببها. وطبعا في اللحظة دي هانس استغل الفرصة وفضل يقرب من إلسا وهو ماسك السيف بتاعه، وأول ما بقى خلاص جنبها رفع السيف وكان خلاص هيخلص عليها. بس على آخر لحظة أنا وصلت لهم ووقفت قدام سيف هانس، ولسوء الحظ
الوقت كان خلاص فات، وأنا كان خلاص قلبها اتجمد كله وجسمها كله بقى عبارة عن تلج. وطبعا لما إلسا شافت أختها وهي متجمدة كده فضلت تعيط وحضنتها وكانت زعلانة جدا عليها. والمفاجأة بقى في اللحظة دي التلج بدأ يسيح من على آنا ورجعت تاني لطبيعتها. وساعتها بقى أنا بتفهم إن لما زعيم الأقزام قال لها لازم تلاقي الحب الحقيقي كان قصده على حبها لإلسا وحب إلسا ليها. وكده علاقة إلسا وأنا اتحسنت ورجعوا يحبوا بعض تاني. وكمان بعدها إلسا قدرت تتحكم في قوتها وعرفت بكل سهولة تشيل التلج اللي كان مغطي المدينة وترجع الصيف تاني للمملكة كلها. وباللي عملته إلسا ده رجعت ثقة الناس كلها فيها، وكلهم بقوا فخورين إن الملكة بتاعتهم عندها قوة سحرية. وبالنسبة لهانس، إلسا وأنا حبسوه في قفص حديد وبعتوه للمملكة بتاعته، وكان معاه رسالة إلسا كاتبة فيها كل الجرائم اللي عملها. وبالنسبة بقى لكريستوف، أنا جابت له زلاجة جديدة بدل اللي هي دمرتها. وكمان أنا كده لقيت الشخص اللي بيحبها من غير ما يكون ليه أي مصلحة في حبه ليها. وبالنسبة بقى لإلسا، جمعت كل أهل المدينة وعملت لهم ساحة من التلج عشان يلعبوا ويرقصوا فيها ويبدأوا الاحتفالات الحقيقية بتتويج الملكة إلسا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.